تفتكروا ايه ده؟ ليمون ولا عصير ولا ايه؟ بصوا بقى، الفيديو ده انتوا طلبتوه مني كتير، وبالفيديو ده انتوا ممكن تعملوا بيه مشروع، وكل الكلام ده ب25 جنيه بس وشوية مية. معاكم الشيف ابانوب، ويلا نعمل الصابون في البيت. ايوه زي ما سمعتوا، الصابون في البيت. هعمل 5 لتر، 6 لتر، كمان 7 لتر، كل ده ب25 جنيه. اول حاجة هروح عند الراجل بتاع مستحضرات الصابون والحاجات بتاع التنظيف، هجيب بقى عنده اكياس شبه دي. انا النهارده استخدمت حاجه اسمها سوبر ليمونه. انتوا بقى ممكن تستخدموا سوبر لوكس، ممكن تستخدموا فيه انواع كتير جدا، وكلها بنفس الغرض وبنفس السعر وبتعمل نفس الكميه. تمام. اول حاجه عندي بفتح كده الكيس، بلاقي الكيسين في الكيس الواحد. اول كيس بيبقى فيه زي جل كده فيه صابون، وتاني كيس فيه باودر كده لونه ايه، لونه اخضر. على حسب بقى انتوا تجيبوه اخضر تجيبوه اصفر، زي ما انتوا ايه، زي ما انتوا عاوزين. عندي بقى في طبق كده كبير، هنزل بكام بقى لتر. بص، هو المفروض مكتوب على الكيس نستخدم 7 لتر من المية، بس انا بحبه تقيل شوية، بستخدم من 5 ل6 لتر. بس انتوا عايزين تستخدموا 5، تمام، عاوزين 6، اللي انتوا عاوزينه. بعد كده بفتح بقى كيس الجل ده. كيس الجل اول ما افتحه كده احطه على ايه، احطه على لترات الميه اللي انا ايه، اللي انا حطيتها. وببدا كده عندي مضرب، ابدا اقلب كويس جدا. طبعا المضرب ده انا سايبه بس ايه، سايبه للصابون. تمام. ابدا بقى لازم اقلب كويس جدا الميه مع الجل اللي انا حطيته والصابون اللي انا حطيته. بصوا يا جماعه بقى، الرغوه هي دي الميزه في الاكياس دي، تعمل رغوه والريحه حلوه. ويعني ما اقولكوش بجد، الفيديو ده انتوا ممكن تاخدوه وتعملوا بيه مشروع يكسبكوا كويس جدا. تمام. بعد بقى شايفين بقى الرغوه ما طلعت وبقت حلوه كده، اخد بقى كيس الجل التاني، الكيس التاني اللي هو اللي فيه الباودر، لونه اخضر زي ما قلت لكم، بيبقى فيه اكياس فيها لونها اصفر بطعم الليمون. خدت بقى الكيس الاخضر ده وحطيته فين، حطيته في الطبق اللي فيه ميه وفيه الجل اللي انا ايه، اللي انا حطيته. وببدا كده برضو بالمضرب. لازم يا جماعه ايدي تضرب كويس جدا 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 وما نتعبش، علشان كل ما اضرب كويس كل ما الخليط بتاع الصابون بتاعي يتقل. طب الصابون ده انا بستخدمه في ايه؟ الصابون ده بقى بستخدمه في المواعين، بستخدمه في غسيل اي حاجه. يعني الصابون ده مفيد. بصوا بقى اللون يا جماعة، لون بقى اخضر عشان انا بس فاتح الفلاش كده شوية فباين انه ابيض، بس هو لون ايه، لون اخضر. تمام. كل ما اسيبه يتقل، كل ما اسيبه يتقل، فانا بسيبه حوالي ساعتين 3 يتقل. انتوا بقى عاوزين تصبوه على طول صبوه، بس هو لازم يتساب شوية زي كده يريح ايه ويتقل. تمام. بعد بقى ما سبته حوالي كده ساعتين، بدأت ايه، بدأت اشوف التقل بتاعه. شايفين يا جماعة الرغوة خلاص ايه راحت، وبدأ ايه يتقل، وهو ده اللون زي ما بجيبه من بره بالظبط. ابدا بقى، بصوا يا جماعه السمك بتاعه حلو ازاي. الصابون بجد يا جماعه زي ما قلت لكم، انتوا ممكن تعملوا بيه مشروع وتكسبوا في الظروف الصعبه اللي احنا عايشينها دي. بعد كده بقى ايه، انا اخد بقى الصابون، ابدا ايه، ابدا اعبيه. اعبيه بقى في ازايز عقبال ما استخدمه، اعبيه في برطمانات، اعبيه في اكياس، زي ما انتوا ايه، زي ما انتوا عاوزين. بس انا كده عندي ازايز ميه اللي هي الكبيره ال2.5 لتر دي، انا بحب احط فيها الصابون. لما باخد كده احط فيه ال الازايز الصغيره، واخد منها شويه شويه. طب الاضافات اللي ممكن اضيفها، انا ممكن اضيف ليمون عليه، ممكن اضيف قشر ليمون كده اسلقه واخد الميه بتاعته واحطه على الصابون ده. ممكن اعمل حاجات كتيره قوي تعزز من الصابون بتاعي. فاختيارات كتير انتوا ممكن ايه، انتوا ممكن تعملوها. وب25 جنيه بس انا عملت كمية صابون هتقضيني لمدة حوالي شهر قدام. تمام. رخيص وحلو وجميل. يا رب تكونوا استمتعتوا. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو.